تيم كات وجد توليفه يعني ردود الهائل مع الجزيره كما كان مع إذا نشاهد فريق الجزيرة وأوكلاند في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان استعدادا لانطلاقة هذه البطولة في نسختها الرابعة عشرة تحديدا في استاد هزاع بن زايد بمدينة. كخطوط أنا أعتقد بأن هجوم الجزيرة أقوى الخطوط في الفريق. مبارك بصوبة الأقوى خط في فريق الجزيرة، ولكن لا نستهين بفريق أوكلاند، أيضا لديه لاعبين أيضا محترفين. نتمنى أن نشاهد مباراة تليق بسمعة الفريقين في هذه المباراة. شكرا لكابتن إبراهيم. إلى أرضية الميدان استاد هزاع بن زايد مدينة العين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في نسختها الرابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في افتتاح البطولة كأس العالم للأندية النسخة الرابعة عشر لعام. في إطار هذه المباراة مباراة طبعا الفريق الإماراتي أمام نادي أوكلاند سيتي من نيوزيلندا. إن شاء الله الوداد يلتقي مع جريميو في نصف نهائي، بعد ذلك نشوف بقى المباراة النهائية. هذه أمامنا فريق وسط الملعب النهارده في الجمعة بيلعب محمد عايد ومسل الأندية الإماراتية بفضل التنظيم. ظهور أول كان لنادي أهلي دبي، وكان ملاقاة لنادي الوحدة في نسخة 2010. نادي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي كان في الموسم منذ لحظات، يعني كنا تابعنا في استوديو التحليلي، كانت قرعة دوري أبطال تاكور الأوزبكي. على بركة الله نبدأ هذه المباراة في حالة التعادل اللي بيلعب فارس جمعة طبعا في قلب الدفاع الكرة الأمامية، ولكن النادي شباب أهلي دبي أمامنا اللاعب محمد عايد، ادي ضمن اللاعبين، ادي امامنا الكرة الطويلة من فارس جمعة والخروج من الحبها امامنا اللاعب إيواتا، لعبها إيواتا اللاعب الياباني رقم 3. شوف بقى كل فريق اكيد النهارده في اقصاء الفريق الاخر لانها مباراه تبت الشباب الموجوده النهارده، وحلم ملاقاه ريال مدريد اكيد هو اللي بيطغى على يعني خبره المشاركه. لعب 14 مباراه بثلاث مدافعين، بيلعب بفارس جمعه في قلب الدفاع وبيميل ناحيه اليمين، ومحمد عايد ادي النجم مبارك بصوفه طبعا نجم المغربي، واحد من النجوم الكبيره الحقيقه مع اودينيزي ومع لاتسيو ومع الانتر ومع نادي الميلان ومع منتخب اليابان، وكان ايضا مع نادي في بكين في الصين. على طول عن طريق اللاعب مسلم فايز، استلام وتحرك مبارك بصوفه، ادي رائر مع سايس مع مهدي بن عطيه مع فؤاد شفيق مع الاحمدي في استاد هزاع بن زايد. هذا الملعب في نادي العين في العين طبعا. هذا ألبرت ريرا لاعب الوسط الإسباني، ادي النجم المغربي مبارك بوصوف. خلاص المرة دي الهجمة ادي رومارينيو المبارك بوصوف، اتحرك حلو قوي اللاعب خلفان مبارك ولكن على طول لعب في 2010 ورجع مرة ثانية في 2013 بعد موسم في الهند. ادي امام فوز بلقب دوري الخليج العربي لهذا الفريق الجزيرة مرتين وثلاث مرات كأس مع الجزيرة مع تراكتور الإيراني، والفائز من الغرافة وبختكور. طبعا الانتر كونتيننتال من عام 60، وكانت النسخة الأولى لصالح ريال مدريد، ثم النسخة الأخيرة والمشاركات العربية والإنجازات اللي كان أبرزها طبعا فوز الرجاء بالوصافة 2013، وأيضا المركز الثالث اللي كان من نصيب ريال مدريد. نشوف بقى مين يكون ليه الشرف في الجانب الآخر اللي يهمنا، الوداد ليبرتادوريس. ادي أمامنا هدى الانطلاقة، استلام مبارك بصوف، الربط لسه مارينيو، ادي التحرك والاستلام مبارك بصوفة. 21 دقيقة ليس بها الكثير من كل حظوظ أفضل من الظهور اللي كان لأهل دبي أمام أوكلاند، وقتها كان مهدي علي هو رومارينيو يرجع على طول إلى أمامنا مبارك بصوفة، الحارس الإسباني، وأيضا ألبرت ريرا رقم 8 إسباني، ودي رقم 20، في أيضا تافانو المكسيكي رقم 11. كرة النهائية اللي جمعت ما بين الفريقين طبعا ذهاب وعودة، وكان نادي الهلال قريب والوصول إلى هذه البطولة. نصر السعودي لعب فيها، اتحاد جدة أيضا، الهلال العربية اللي شارك الملعب الخاص طبعا بنادي العين الزعيم في دولة الإمارات. رمي التماس مبارك بصوفة، أفشان الأوزبكي، منهم راموس أرتورو المكسيكي، وريتشي اللي النهارده هو الحكم الرقم. ادي امامنا هنا الاستلام والتحرك من جانب اللاعب
فارس جمعه، مبارك بصوفه. محتاج الجزيره التقارب في الخطوط لان في مساحات. بص امامنا المساحه قد ايه هنا في هذه اللقطه. يسبع في الجبهه اليمين خلفان مبارك، لكن يدي لمبارك بصوفه هو اللي عنده قدره ضبط الايقاع، يلعب كره حلوه قوي داخل منطقه وتوافق، لان طبعا في يعني اصابات زي ما بنقول محمد فوزي، محمد جمال، احمد خليل لاعب مباراه كثيره، لكن كانت صفقة يعني أحدثت ضجة كبيرة انتقاله إلى أهل دبي من شباب أهل دبي حاليا. اللمسة على طول من خلفان مبارك، محمد عمر العطاس يطلب أمامنا هو. شوف في وسط الملعب عيسى العتيبة هو ومحمد عمر العطاس هم لاعبات من جانب فريق نادي أوكلاند. ودي التسديدة الأولى والهدف الأول، الهدف الأول رومارينيو لأول مرة. شوف علي مبخوت، رومارينيو، مبارك بصوفة. أدي أمامنا هو الأبطال، أبطال آسيا طبعا في نسخة 2000 إلى إيميليانو تادي. شوف الضغط والقوة، خلصها مبارك بصوفة. المباراة هتحلو، المباراة يعني مباراة في 37 دقيقة قبل الهدف ما يسجل. فريق الجزراوي لم يدخل في أجواء اللقاء، لكن مهارة لاعب هي اللي بترجح الكفة، هي اللي بتدور. علي خصيف، ماذا تفعل علي خصيف في اللقطة الماضية؟ بيدور على الكورة، بيتفرج زينا. ركلة الركنية اللي اتلعبت، علي خصيف يعني رمي التماس. لسه لم نرى إيواتا كثيرا طبعا البرازيلي. ادي امامنا علي مبخوت، علي مبخوت يمشي بعرض الملعب. علي يا ولد يا ولد يا ولد على المهارة علي مبخوت. ولكن هنا مبارك بصوفة بدأت الثقة تأتي بعد هدف رومان جوا لاعب بارك اللي رحل لنادي الامارات. ايضا ايلتون لعب له ريكاردو اوليفيرا، فارفان، تياجو نيفاس، لانزيني الارجنتيني لاعب ويست هام حاليا، كايسيدو اللاعب الدولي البوركيني. كل دي اسماء ونجوم لعبوا في فريق نادي الجزيره. فوتشينيش طبعا ريال مدريد، والطموح كبير والوحده كان مشاركه بن زايد بمدينه العين بدوله الامارات العربيه المتحده. لقاء الجزيره الاماراتي مع اوكلاند سيتي الفريق النيوزيلندي الذي يشارك للمره التاسعه في هذه البطوله. ترابوليتكس المدرب الاسباني دينو انقذ علي خصيف، وعلى عرضيه وايت مبارك بصوفه المايسترو اللاعب النجم المغربي، لانجا رقم 5، كيم رقم 16، ايواتا رقم 3. في وسط الملعب كان في نادي ويلينغتون احد الانديه المنافسه طبعا في ثالث في 2011، والاهلي كان ثالث ايضا في عام 2006. مركز رابع زي ما قلنا كان تحقق 5 مشاركات للاهلي المصري في هذه الحلقه 2018. يعني اترفضت القيام بمثل يعني هذه الامور، يعني بيبقى ليها مدلول عند. بخلاف كده بنشوف بقى يعني المحاولات على المرمى 1 مقابل 7، بين العرض والقائمين 3 مقابل 1. ادي امامنا هنا تدخل رومارينيو، لكن يعني في الثلث الاخير ما بيجدش الكثافه الهجوميه. الفريق طبعا صاحب الرقم القياسي في المشاركات حتى الان يجد صعوبه كبيره في تسجيل التعادل. مبارك بصوفه، رومارينيو اتحرك حلو قوي وحيدا في وسط الحصان. مبارك بصوفه، رومارينيو لمسه يد في هذه اللقطه وفي هذه الكره. لمسيه لكاس العالم للانديه النسخه رقم 14، النسخه الرابعه عشر 2017 بعد نسخة 2009 و2010 في دولة الإمارات. ثم بعد ذلك شفنا المشاركة 2013 و2014، وهذه النسخة الخامسة، وإن شاء الله في النسخة على طول هجمة. ادي اللمسة على طول في لو هافر وتشيلسي والارسنال وبورتموث، ولاعب في ريال مدريد، وفي انجي الروسي في لوكوموتيف موسكو، وجاي كان من نادي مارسيليا. لكن مصاب الجزيرة الاماراتي 1 اوكلاند سيتي لا شيء. علي مبخوت تعدي كرة وتمر على طول. الجزيرة بمبارك بصوفة ومبخوت ورومارينيو، والخبرة طبعا فارس جمعة مع اللاعبين الشبان الموجودين في المباراة. هذه رأسية علي مبخوت البطولة. علي مبخوت يلعب كرة، مبارك بصوفة. مبارك طبعا واحد من النجوم المنتظرة مع منتخب المغرب ان شاء الله في كأس العالم. النتيجة هي الآن، الفائز يلتقي في ربع النهائي مع اوراوا راد دايموندز الفريق الياباني بطل ده على طول. مبارك بصوفة فريق دائما ادي امامنا اول كرة للبديل ميكا، رومارينيو، مبارك بصوفة، وفي فاول وفي تدخل قوي جدا من دارين وايت.
انذار نشوف امامنا الانذار هنا. مبارك بوصوفة حكم مبارك بعد ما عدى استخدم ظهر ايده كده، ويعني فين يوجعك يا دارين وايت. مبارك بوصوفة بص ده في مع رييرا، بص حضراتكم ادي استخدام الايد، ودارين وايت بقى جاي يخلص حق البرت رييرا، ولكن الياباني لمسه على طول. ادي التحرك كوت ديفوار وهدفين نبيل ضرار ومهدي بن عطيه في تأهل وظهور وعودة المغرب لكأس العالم بعد غياب من 98 لتشارك للمرة الخامسة. مبارك بوصوفة في انطلاقة ومحاولة، ومبارك عايز يعدي، ولكن المرة دي مدريد. في الجانب الآخر باتشوكا مع نادي الوداد